لو حد في البيت اتحرق سواء بكوبايه شاي او زيت او بخار، اعمل زي ما هقول لك بالظبط. اول حاجه وبسرعه شغل الحنفيه وخلي الميه البارده تمشي على مكان الحرق لمده 10 دقائق، مش تلج، ميه بس. تاني حاجه لو الحرق بسيط يعني احمرار او لسعه خفيفه، حط كريم ميبو وخلي المكان مكشوف للتهويه. لكن لو ظهر فقاقيع يعني جلدك بدأ ينفخ، بلاش تفرقعها، اغسله بميه وغطيه بشاش معقم وسيبه كده. ولو الحرق في منطقه كبيره او في طفل صغير لازم تروح لدكتور او تروح لصيدله. اما بقى لا قدر الله لو الحرق عميق او الجلد اتحرق تماما او اللون اتغير، فدي حاله طوارئ، ما تحطش عليها اي حاجه، بس غطيها بفوطه نظيفه وروح على اقرب مستشفى. واهم حاجه ما تحطش معجون سنان ولا زيت ولا سمنه، الحاجات دي بتبوظ الدنيا اكتر. الخلاصه من كل ده ان تصرفك الصح في اول 5 دقائق من الحرق هيفرق كتير جدا في العلاج. احفظ الخطوات دي كويس واحفظ الفيديو ده عندك عشان ممكن تنقذ بيه حد بتحبه.